السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه تاعي. ان شاء الله اليوم راح نشارك معكم وصفه الخبز المنفوخ في الفرن بطريقه بزاف سهله، ما فيه لا جهد ولا تعب، ومقادير جد بسيطه متوفره في كل بيت. لا تنسونيش لايك الفيديو، الاشتراك اذا كنتم ماشي مشتركين في القناه، مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. راح نحتاج لهذه الوصفه الى 2 كيسان تاع الفرينه. هنا الكاس تاعي يرفد 300 مليلتر، فنحتاج الى 2 كيسان هامليك تاع الفرينه. نزيد نحط معاهم ملعقه اكل خميره فوريه ولا خميره العجين، وملعقه صغيره تاع السكر. راح نخلط هاد المكونات كامل حتى ينسجموا هكا. من بعد نضيف الملح حسب الذوق. انا ضفت ملعقه اكل تقريبا تاع الملح، ونضيفو نص كاس تاع الحليب يكون دافي، ما يكون سخون بزاف ما يكون بارد بزاف. نصف كاس تاع الحليب يكون دافي. نبدا نخلط هكا، والباقي باش نلمو العجينه راح نلموها بالماء الدافي. نكمل نلم العجينه تاعي بالماء الدافي هكذا. في الاول راني نخلط غير هكا بلا سباتول كيما راكم تشوفوا. من بعد نستعمل الايدي تاعي ونعجنها حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. كي تضيفوا الماء فقط ضيفوا غير بشويه باش ما تجرالكمش العجينه بزاف، حتى تقدروا تحكموا فيها. هاي لك العجينه كيفاش تكون كيما راكم تشوفوا فيها طريه. راح نحطها في البول، نغطيها ونخليها ترتاح حتى وين تتضاعف لنا وتخمر لنا مليح، ونعاودوا نولوا ليها. بعد ما خمرت لنا الان هاي لك ما شاء الله كيفاش ولات. نحطوا الخميره ديالنا هكذا باش نبداو نشكلوا الخبيزات تاعنا. هنا راح نعمل كريات، يعني تقدروا توزنوهم الا حبيتوا باش ديروهم كامل كيف كيف، ولا عينكم ميزانكم كيما درت انا. المهم الحجم يكون صغير باش يكونوا شابين. ممكن تزيدوا تكبروهم شويه على هكا، ولكن انا فضلتهم يكونوا هكا صغار. ندورهم بين يدي بهذه الطريقه هكذا باش نعدل الوجه ديالهم، وكي نحل الخبيزه تجي الدائره تاعنا شابه. راح نحط شويه تاع الفرينه ونبدا نحلوهم رقاق نوعا ما. راح نوري لكم السمك تاعهم كيفاش يكون، ونبقى نقلب فيهم من كاع الجوانب ونحلها حتى نتحصل على الدائره. قلت لكم ما تكون رقيقه بزاف ما تكون خشينه بزاف. هاوليك السمك تاعها كيفاش يكون. فوالا هكذا. ونحطوها في سنيوه تاعي راني درت لها ورق الطهي باش ما يلصقوناش الخبيزات ديالنا. وراح ندهنها بالبيض فيه شويه تاع القهوه هي اللي راح تعطي هذاك اللون البني الشباب للخبيزات ديالنا. ندهنهم كامل هكذا. شفتوا كيفاش راهو اللون تاع البيض تاعنا كي فيه القهوه، وكي يطيبوا الخبيزات راح يولوا شابين بزاف. درت لهم شويه تاع الجلجلان وشويه تاع السانوج، ولكم الاختيار ممكن ديروا كل سانوج فقط ولا الجلجلان فقط كما حبيتوا. ديروهم في فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 200 درجه حتى يتنفخوا لنا ويتحمروا. والخبيزات ديالنا راهم واجدين. شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله منفخين فارغين لداخل تعرفوا، ولونهم شوف شحال شباب كيما درنا لهم القهوه في البيض ديالنا ودهنا بهم. راح نقسم لكم باش تشوفوا الداخل كيفاش جاو خفاف. ريحتهم كما قلت لكم راه يتهبل ويجي طري بزاف. هذا الخبز ممكن ترافقوا به الاطباق تاعكم ولا ديروا الساندويتشات كما حبيتوا. المهم خبز ولا اروع. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما تنسونيش لايك للفيديو، الاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. وانا كيف العاده ما ليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم، ونتلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.